انتهى واحد من اللقاءات المضحكة ما بين الأهلي والإسماعيلي بفوز الأهلي على الإسماعيلي 2-1. سجل الهدفين بتوع الأهلي، الهدف الأول من بيرسي تاو والهدف الثاني من إمام عاشور. أما هدف الإسماعيلي فأحرزه عبد الرحمن مجدي من ضربة جزاء. لكن لو جينا اتكلمنا على الماتش كتوتال، لقاء مضحك، لقاء ضعيف جدا فنيا. لا ده مستوى الأهلي وده مستوى الإسماعيلي، يعني اللقاء ده مش مستوى الأهلي. لكن طبعا نتيجة لضغط المباريات على النادي الأهلي فاللعيبة بتاعته مجهدة تعبانة مش قادرة، فبيدوا على قد ما يقدروا، لكن دي مش إمكانياتهم ولا دي قدراتهم، عندهم أكتر أحسن من كده بكتير لعيبة الأهلي. لكن لعيبة الإسماعيلي يعني ضعيفة فنيا ومتخاذلة ومتهاونة وعايزة تتغلب، وده الغريب. لعيبة الإسماعيلي لا بتدافع كويس ولا بتهاجم كويس، فطبيعي ان انت تتغلب. ده كويس ان انت اتغلبت من الاهلي 2 بس، انت كنت ممكن تتغلب 4 و5 و6. عبد الرحمن مجدي لاعب النادي الاسماعيلي ده لازم يكون في وقفه معاه، يعني هو متعالي على النادي ومتعالي على اللعيبه اللي معاه ومتعالي على زمايله ومتخاذل في الملعب. كورتين في الشوط الاول كان ممكن يخلصوا بهدفين لو ما كانش اناني. اي كره تبقى في رجل عبد الرحمن مجدي تفضل في رجله لغايه ما تتخطف منه او تضيع. والغريب ان ايهاب جلال المدير الفني الاسماعيلي سابه لنهايه اللقاء، دي حاجه غريبه. محمد نصر بينفعل بشده على احمد الغندور في كره مش مستاهله، حسب فاول، ايه المشكله؟ لدرجه ان احمد الغندور طرده بره الملعب، ودي برضو من علامات الاستفهام. انت اصلا مستواك وحش في اللقاء، بتتعصب على ايه؟ احمد الغندور كمان حسب ضربه جزاء للاسماعيلي بيساعد بيها الاسماعيلي، بيقول لهم يعني اهو حاولوا تتعادلوا. ضربة جزاء غير صحيحة اتحسبت للإسماعيلي وسجل من عبد الرحمن مجدي الهدف الأول. في كورة برضو إمام عاشور حاول يتحايل على أحمد الغندور عشان يحسبها ضربة جزاء، لكن أحمد الغندور ما حسبهاش وعداها. أنا شايف إن الكورة بتاعت الإسماعيلي بتاعت نادر فرج اللي اتحسبت ضربة جزاء دي المفروض ياخد إنذار عليها، وكورة إمام عاشور اللي اتحايل برضو عشان ياخد ضربة جزاء المفروض ياخد عليها إنذار. لا دي ضربة جزاء ولا دي ضربة جزاء. بس الغريب ان في فار. طب الفار ايه رايه؟ طب ليه لعيبه الاهلي ما قالتش للحكم روح بص على الفار راجع اللعبه؟ لعيبه الحكم ساكته. ودي حاجه برضه من الحاجات الغريبه اللي انا شايفها، ان الكوره اتحسبت ضربه جزاء مع ان ما فيهاش اي ضربه جزاء، واتحسبت واتلعبت والاسماعيلي جاب بيها جول. لعيبه الاهلي برضه من الحاجات الغريبه ان انت عندك وسام ابو علي طلعه وتنزل بمودست. انا شايف ان هو ورقه واتحرقت مع النادي الاهلي، ما ينفعش ينزل تاني. معرفش كولر ليه مصمم على مودست في نص الملعب في الهجوم، مش هيقدم لك حاجه، هو ورقه وانتهت. بصراحه اللقاء ضعيف فنيا، حتى المعلق اللقاء مش لاقي كلام يقوله. والحسنه الوحيده في اللقاء من وجهه نظري هي مصطفى شوبير. الراجل تصدى لكام هجمه خطيره من الاسماعيلي كانت ممكن تقلب اللقاء تماما، لكن مصطفى شوبير بيثبت كل ماتش عن الماتش اللي بعده ان هو يستحق المكان اللي موجود فيه في النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، 3 نقاط مهمه وفوز على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف. والاسماعيلي محتاج يراجع حساباته، وايهاب جلال محتاج يراجع لعيبته، لان منظركم وحش جدا جدا في الملعب، وشكل التخاذل والتكاسل اللي انتوا بتقدموه حاجه تكسف. الاسماعيلي يستحق افضل من كده بكتير جدا.